قول لي الزمان يرجع يا زمان. يا قلبي ماله يا اخويا قلبك؟ عايزنا نرجع زي زمان. قول لي الزمان ارجع يا زمان، وهات لي قلبي لا داب ولا حب ولا انجرح. من المشاكل الكتيرة اللي بقابلها في الكلينيك فكرة أو الكومبلين أو شكوى بعض العيانين أو بعض الحالات معانا: أنا زهقت ومليت من أكل الدايت. اتصرف، شوف حل. أنا مش هقدر أكمل بكميات الأكل دي، أو مش هقدر أكمل بنوعيات الأكل دي، أو بنفس طريقة الطهي دي. وهنا بقى يجي فكرة الابتكار. اقلب بقى فكك من دكتور عبد الرحمن وخش على الشيف عبد الرحمن. لازم تحاول تساعد الكلاينت بتاعك في أفكار جديدة تساعده في إن هو يستمر في بروجرام النيوتريشن. استخدم صوصات، وما فيش اكتر منها دلوقتي بقى، ما بين صوصات دايت، صوصات سكرها صفر، صوصات سعراتها صفر، صوصات الملح بتاعها قليل. ابدا استخدم حاجات. وتعالى نتكلم كامثله. ممكن تستخدم الباربيكيو صوص، ناكل بيه. بص، ما انصحكش انك تاكل بيه، تبل بيه الحاجات. يعني بنعمل فراخ، بنعمل لحمه، بنعمل وراك اللي هو التشيكن ثايز، بتعمل اكل معين ممكن تتبله مثلا بحاجه زي الباربيكيو صوص، يبدا يغير الطعم معاك شويه. المستردة من المنتجات اللي ممكن تتقبل، رغم ان يمكن يكون شويه صوديوم فيها شويه عالي، بس عادي ممكن تمشي معانا وانت بتحضر الاكل. استخدام الزبادي في تجهيز الاكل او في تحضير الخلطات. في ناس كتير جدا بيفرق معاها انها تتبل ببعض معالق الزبادي في تحضير الفراخ، وده بيخلي الموضوع او الطهي بيكون جوسي جدا ومقبول لبعض العملاء. استخدام حاجات زي خل التفاح، دبس الرمان، الخل البلسمي. الحاجات دي رائعه جدا كتيست ومنوعه جدا للعملاء، وفي نفس الوقت هتديك فاريشنز كتيره. مش هقدر انصحك بانك تستخدم الملح كتير، لان انا موضوعي ده منتهي معايا. انا اجينست الملح قولا واحدا، قلله قدر المستطاع، ولو تقدر تمنعه من الاكل انا معاك امنعه. ولا تقولي بقى اصل ملح عادي وملح هيمالايا وملح اول عباس كلهم اوضه واحده عشان ما حدش يشتغلك. تمام. من الحاجات برضو اللي ممكن تساعدك جدا انك تنوع طريقه الطهي نفسها. مش لازم تشوي كل مره، ممكن تدخل في الفرن، ممكن تعمل حاجه تاني اسلق، ممكن تعمل حاجه تالت استخدم الفحم، مش لازم على الجريل او على التيفال. الطرق متنوعه كتير، يعني انت مش لازم كل مره نفس الطريقه فتبدا انت تزهق. بتعمل مثلا النهارده رز، مش لازم الرز يبقى ابيض ومسلوق عادي يا باشا. هتقولي طب ما انت بتقولي رز ابيض مسلوق، هقول لك استخدم توابل. حط كركم، حط كاري، حط بابريكا، حط ورق لورا، حط حبهان. لون الرز يا صديقي وده هيفرق معاك. النهارده بنعمل طلبت منك تاكل خضار مع الرز، مفيش ما يمنع خالص انك تطبخ الخضار وانت بتعمل الرز. احنا بنسميه في بعض المطابخ الاسيويه الفرايد رايس، بس من غير بقى ما بيحطوا عليه شويه عناصر كده، بيض مقلي وفراخ وبتاع. فانا قصدي ان في طرق كتيره جدا تساعد حضرتك انك تنوع طهي الطعام من اضافات اخرى. مش لازم تاكل البيض يا عم مسلوق، اعمله مطهي. هتقولي طب ما انت ما بتقولش حط سمنه وزيت ومش عارف ايه. هقول لك يا صديقي رشه زيت مش هتفرق. كوكينج سبراي يساعد حضرتك تخلي حياتك كلها وردي، زي البام اويل وقرائنه من المنتجات اللي هي بتعتبر دهنيه زيرو سعرات او زيرو كالوريز. اضافات ممكن تتحط على البيض تخلي حياتك ورديه للناس اللي بتكره البيض. حط الخضار اللي هو يبقى سبانيش، اللي يا عم العجه، الشكشوكه بتاعتنا العاديه خالص تنفع. تمام. حط بسطرمه. هتقولي طب والملح؟ هقول لك يا سيدي 30 جرام بسطرمه مش هم القضيه اللي هيبوظوا حياتنا، بس تقدر تاكل وتستمر. مشروم، زيتون، في اضافات ممكن تتحط على الاكل. هتيجي ناس تقولي انا بكره الجبنه القريش، اقول لك على راسي. قابل بقى، عد معايا. حط عليها طماطم، خس، خيار، كابوتشا، فلفل اخضر، فلفل الوان، بصل، حط زعتر، حط حبه بركه، حط زيت زيتون، حط شطه. شايف كميه الاضافات اللي ممكن تدفن كلمه الجبنه القريش؟ وبالتالي احنا لو قعدنا انا وانت نفكر مع بعض ايه اللي ممكن تضيفه في الاكل فيساعدك انك تستمر في المنظومه، ومش كل مره تاكل الاكل بنفس الطريقه، صدقني مش هنخلص. وبالتالي الموضوع صدقني مش مستحيل، مطلوب منك شويه اجتهاد. وانا صدقني بفكر معاك، وانا قلت لك انا في الاصل شيف عبد الرحمن، فوقك من دكتور عبد الرحمن دي خالص. فبنلاقي انا وانت حلول كتير قوي تساعدك انك تستمر في الدايت بس.